ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المرة دي وصفة مكرونة سهلة وبسيطة ومنجزة كده. عملتها بدون سلق المكرونة وبتطلع حلوة، ووصفات المكرونة عامة من وصفات اللي بحبها واعتقد مفيش حد بيختلف عليها يعني. هنا بوريكم بس بعد ما استوت كده، بوريكم بس ان هي ما عملتها في حلة واحدة وكل حاجة وبدون سلق مكرونة، ولكن طلع بجد النتيجة بتاعتها جميلة قوي. يعني انا انبهرت الصراحة بالنتيجة بتاعتها. مش معجنة خالص، فيها صوص حلو، فيها نسبة صوص كويسة. مش مخليها معجنة، لا بالعكس جميلة جدا. بس نمشي على الخطوات بالظبط والكلام اللي هقوله وهتطلع ان شاء الله مظبوطة جدا، واعتقد اللي هيجربها مش هيبطل يعملها يعني. وبصوا بوريكم برضو لما باخد منها معلقة ازاي هي مش معجنة، وبالعكس لا بتلمع كده وفيها صوص حلو. يعني الحمد لله طلعت مظبوطة جدا ونتيجتها مرضية جدا. تعالوا بقول لكم عملتها ازاي. اول حاجه عندي حله سخنه، فيها ربع كوبايه زيت، وهنزل بالبصل بتاعي مقطعاه كده، وهفضل اقلب فيه من حين لاخر واشوح فيه كده لحد ما لونه يبقى ذهبي. نصبر كده عليه لحد ما لونه يبقى ذهبي عشان ده بيفرق في الطعم جدا. التشويح بتاع البصل او الفلفل الالوان برضو هيفرق جدا في طعم المكرونه في الاخر. بصوا ده اللي بقوله، لما توصل لون ذهبي كده هبدا انزل بقى بالفلفل الالوان بتاعي برضو واقلب فيه من حين لاخر لحد ما يدبل برضو. اهم حاجه بس الحله والزيت يكونوا سخنين عشان التشويح ما يطولش معانا يعني. نزلت كده بالفلفل الالوان وهشوح فيه برضو لحد ما يدبل. يعني ممكن دي اطول حاجه في الوصفه، ان بس هنصبر على البصل والفلفل الالوان شويه، لكن هي منجزه جدا، ما بتاخدش اكتر من 15 دقيقه تسويه. بعد كده هنزل بقى بصلصه الطماطم بتاعتي، هضيف 3 معالق كبيره من صلصه الطماطم. وبرضو هقول لكم ليه انا مستخدمتش عصير طماطم. عشان عصير الطماطم انا جربته قبل كده بيخليها تعجن الصراحه، لان نسبه الميه فيه مش قليله. فلا يعني احنا عايزين نقلل كميه الميه على قد ما نقدر عشان المكرونه ما تعجنش. فكده انا ضفت صلصه طماطم بس، وبعد كده هنزل بالملح بتاعي. هضيف معلقتين صغيرين من الملح، مش هكتر لان لسه هضيف مرقه. وبعد كده هضيف معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهضيف بعد كده المكعبين المرقه بتوعي. وبعدين هقلب بقى كل حاجه مع بعض كده، واوزعها كويس. بعدين هنزل بالمكرونة بتاعتي، هضيف نص كيس من المكرونة اللي هي كيلو. النص كيس يعني بيكفي زي 4 أفراد كده. فأنا ما حبيتش أكتر عن نص كيس. وأهم حاجة برضو إن احنا نستخدم حلة تكون كبيرة شوية. برضو من التركات بتاعة الوصفة إن احنا نستخدم حلة تكون كبيرة شوية عشان المكرونة تاخد راحتها وما تعجنش. ما تبقاش يعني الحلة ضيقة فهي تتكتم جوه، ما تاخدش راحتها في التسوية. يعني انا اللي لاحظته في الوصفه دي ان كل ما المكرونه تبقى اقل كل ما بتطلع مظبوطه اكتر يعني. ما يعني انا شايفه ان نص كيس لا بتطلع مظبوطه جدا معايا. وبرده من التركات ان احنا نستخدم صلصه طماطم مش عصير طماطم. تمام. بعد كده هنزل بالميه المغليه لحد ما اغطي وش المكرونه بس كده، يعني وشها يتغطى كده. هقلب بس هدي تقليبه كده، يعني ايه اوزع كده الميه كويس. تمام كده. وبعدين هزود حبه ميه صغيرين تاني كده. بعد ما قلبت كده هزود يعني حبة صغيرين خالص كده تاني. مهم المية تكون مغلية، دي اهم حاجة عشان تاخد معانا ربع ساعة بس تسوية كده وخلاص وتبقى مظبوطة ان شاء الله. بعدين هغطي الحلة واسيبها على نار متوسطة ربع ساعة بالظبط، وارفعها من على النار وبتطلع بالمنظر الجميل ده.
ويا رب تكون كانت وصفة سهلة وسريعة عليكم كده وتكون عجبتكم، وشكرا جدا لمشاهدتكم ومتابعتكم.